اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنبدأ بقى تجهيزات رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل التتبيلة أو تتبيلة التوم أو دقة التوم. بصوا يا بنات، الفلفل ده موجود في السوق دلوقتي، حلو قوي جميل. أنا جايبة منه هنا نص كيلو اهو، أو أزيد من نص كيلو كده شوية. هنعمل بقى الدقة الحلوة دي اللي نحطها بقى على السمك، على البتنجان، على الكبدة اهي. حطيها باب التلاجة كده وتحطي منها على الحاجة على طول اهو. ومعايا فلفل حامي، معايا فلفل رومي، معايا راسين من الثوم. الليمون ده انا قشرته وعينت منه البذر عشان لما اضربه معاهم ما يمررش الدقة بتاعتي اهو يا بنات. بدل ما تعصريه يعني، هو قشريه بس وعيني القشر بتاعه. معايا معلقتين من الكزبره ومعلقتين من الكمون، معلقتين من الملح، وفنجان صغير اهو من الخل. كل ده بقى في المطحنه كده او في الكبه اهو يا بنات. انا حاطه بالمعلقه دي، بالمعلقه بتاعه الاكل، حاطه التوابل بتاعتي. كل ده بقى نعمله في الكبه على طول كده او في المطحنه بتاعه الخلاط. هنحط بقى كده شويه بشويه كده ولحد ما نخلص الكميه كلها بتاعتنا. فرم كده براحتك بقى، عايزه تفرميها ناعم، عايزه تسيبيها خشنه شويه براحتك خالص. انا فرمتها ناعم خالص عشان عندي في البيت مش بيحبوا يلاقوا الحاجه خشنه كده على الاكل، فبيحبوها ناعمه قوي. وحطيت راسين بس من الثوم، ما كترتش الثوم اهو. ببتدي بقى احط شويه كده من كل حاجه لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي، زي ما انتوا شايفين يا بنات كده. وزي ما قلت لكم، التتبيله بتحط على الكبده، على البطاطس اللي هي المخلله اللي بتبقى مكعبات دي، على البتنجان، على السمك. حطي منه معلقه على الفول، بيبقى طعمه حلو قوي جميل قوي. وبتقعد معاكي في باب التلاجة او ممكن تسيبيها بره، مش هيجرى لها حاجه اهي. لو اول مره بقى تشوفي قناتي، اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعاري بيه بسرعه اهو يا بنات. بجد التتبيله دي تحفه، وهتوفر عليك الوقت كتير قوي، بدل ما تقعدي كل شويه تقشري في توم وكده اهو يا بنات. سهله خالص وبسيطه اهو. ابتدي بقى احط شويه بشويه كده من كل حاجه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. لو عايزاها حاميه اكتر من اللي انا عاملاها دي، زودي الفلفل الحامي فيها، بس انا ما كنتش عايزاها حاميه قوي، انا حطيت كام قرن حامي بس. انت براحتك خالص، حطي حامي، زودي التوم حسب ما انت بتحبي. كل ده في ايدك انت تعمليه، انا بديكي الفكره بس، وكل واحد بيعمل اللي هو بيحبه اهو يا بنات. الحقي بقى الفلفل ده قبل ما يخلص عشان هو بيبقى ليه وقت معين كده ومش بنلاقيه تاني. الفلفل الاحمر ده حلو قوي. وكمان بنحط منه على الطماطم اللي بتضربيها برضو في الخلاط للطبيخ وكده، دي بيخلي طماطم حمرا اهو. حلو قوي. بلاقي بقى فيها لسه ما اتفرمش كده، بروح واخداه بالمعلقه حاطاه تاني كده. خلصت بقى الكميه كلها اللي معايا اهي. بصي يا بنات جميله. انا زي ما قلت لكم فرمتها ناعم قوي، انت براحتك، عايزه تسيبيها خشنه شويه تمام اهو. اجيب برطمان بقى نضيف كده وابتدي بقى اعبيها فيه كده كلها. انزلها كده في البرطمان كلها اهو يا بنات. لو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو واشتركي معايا في القناه. تقعد معايا حوالي شهر يعني، هتقعد معاكي الشهر كله حلو قوي. ولو خلصت هتعملي تاني على طول اهو. جبت كيس كده نضيف من بتاع التلاجة وغطيتها. هقص بقى الزيادة كده عشان البرطمان كده يبقى شكله حلو وبس. خلصت معايا. جميلة يا بنات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله.